بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لبابتي بلاغة برزان علم المعاني، المحسنات البديعية المعنوية، قيشتنا الدائم اللف والنشر. تعريف اللف لغة لا رويز مانواني اللف بس دا قتري دري هو طي الشيء، يعني قبات كدن داخستن. يوم نطوي السماء طي يعني داخستن. تفرمي من طوى الصحيفة يطويها، يعني بركي داخست. بيتواني هو عكس النشر، بيتواني بلابو نويه أو بلا دبتو أو قباتي دكان. اللف في الاصطلاح هو ذكر متعدد، يعني باسكرني سنشتك برام على جهة التفصيل لروي بديجي تفصيل أو الإجمال، يعني شويتي كرد، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعين دواتر غير متعددة تنشتك باس دكي باسي أو دكي كواب بيبي تعين كبري أو عادي أو شان سر بأويا، ثقة بأن السامع يرده إليه. توش دري جيجر بخوي دزاني أمش تكاني بو باز دكان بخوي دزاني هل يكو بخوي دجينت بيكتر. يعني تعريف يشتر هو ذكر متعدد مفصل أو مجمل، بس السجتك دكيت ذات سبب مفصليا بمجملي، ثم ذكر ما لكل من أحاده بلا تعين. زاهرية لو متعددانا بس لا تاككاني شي دكي برام تعيناكي نغلي أو أحد السرب نوعية أو يان سربوية، اتكالا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق. سامع جيرك هل يكود جينيتن بوي كلائق بخوي لوضوح الحال اللي بروش تكاد يارا بيزنا كاتن. إما لقرينة لفظية يان معنوية، زا قرينة كذا بين قرينة اللفظية ودقوتريان معنوية هستي بيدا كي وقت سيباريسان. نمونا رأيت شخصين سنكسم بيني دو بلام ضاحكا وعابسة. شامبيون كان يكشان كرجا كوات عود الشخص دو كسي زعازن دبي كشان مذكر ويكشان مؤنث بي ونيا شك الضاحك لبو مذكر يا صفتي مذكر يا عابسة تاي تاني سكا بلغي لسروي كوا موصوفة كذا بيسبي دبي مؤنث بي كوات فتانيث عابسة دل على أن الشخص العابس هي المرأة، لأن ما بس في آفرتك إياها والله ما ولا بنموني ها عموما نية. والضاحك أجوي كبيكنينا بيدكني هو الرجل، لبي لفظك راد زانيته لا لفظك كباسدك. يعني ضلي كما تقول لقيت الصاحب والعدو، كيشتم ببرادركم ودجمنكم بس سنشتي كرد دو هم صاحب هم برادرك هم دجمنك والله فأكرمت وأهنت رزم لناوي هانشم كرت تبيت بخود زاني رزق لبو برادرك إيهانكش حاشاكم لبو دوز منك. يعني السامع يكسر زاني هر يكو هر أحد لبو أصلك خوي دجور توا وهندك زاري بسيار دادني لبرامبرش هندك خاله دري بيانجي نيك هو نفسي أو بابته، يعني تبي سامع مخاطب بزاني شون ديانجيني بيكتر. يعني ضليت طلعت الشمس وبزغ القمر نهارا وليلا خور درتسو مانك درتسو روزو الشو دزاني نهارك لبو شانا لبو الشمسية ليلة كج لبو قمر. يعني تكاش دائما الشمس لنهار دردتسيو قمرش لليلة ها بروش بس لبر خور كلا دري كزي اعتمال زمان جناقة. يندري عم السحاب والسيل السماء والوادية، يعني عم يعني التعميم يعني جيربو هوركو سيلك يعني بارانا خركي كرويش. السماء والوادية السحاب دائما لشين درا لسمائية، ادي السيل لبو دولا كان دول، أي عم السحاب السماء وعم السيل الوادي، يعني يكسر سامع دزانيتا. زورا كان يلف ونشر برزان. اللف ونشر مرتب من هي مرتب يعني هريكو لقر أحد كان يخوي هاتوا
كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سير كان دير باسي دوشتي كده سرتها الليل والنهار بلام ليك كان دير لتسكنوا فيه ليك كان دير لتبتغوا من فضله أوانا تسون يعني الربط كرا سير كان برزان. إذا جمع الليل والنهار بحرف العطف الليل والنهار بس بواوي عطف كوي كدينوانيا دواي وجاء النشر وفق توزيع المرتب ببيت ترتيبه هنا شهان يكمي هنا بون ليل دائما الليل تستبيتن لتسكنوا إليه لدو ليل نهار هنا لدو دو مشاتي هنا لتبتغوا من فضل يعني سارت دزاني بمرتبها هاتيا لوي ليل هات لوي يكميان لتسكنوا إليه لوي دوميان نهار بو لوي دوميان لتبتغوا من فضل وبيدا قلت اللف والنشر بيدا قلت مرتب او زاري اللف والنشر برام غير مرتب ترتيب نكراوه وكتي وجعلنا الليل والنهار بونتند دو آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بريزام زاني أو تسون دري مرتبنيا آياتك باسي دوشتي كرت فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ونيا غير أنه لم يرتب النشر في ذلك فذكر لتبتغوا فضلا أو فضل بوشانا دري هو خاص بالثاني أدي عدد السنين والحساب أو بيك يعني كانت الترتيبة كتيلة هاتوا لولاتر تيكتسو وبيد قلت ألف ونشر برام غيري مرتب أنا بخوي دبات سون ليل دبا همو أحد كان بيوان دارب بالليل يكم زار أو بين إنزا النهار إنزا أويك أحد كان بيوان دارب أو لدو أو بيتر يعظم يعني محسنات بديعي معنوي بيد قلت التقسيم تقسيم تعريفك هو ذكر متعدد يعني تعريفك هو تعريف ألف ونشر ونيا ليش متعدد ثم إضافة ما باش في إضافة يشتك لكل من أفراد هذا المتعدد تاكا كان إضافة دكي لبو هموتيان أو تسنديتي كباسد كليا بلام دري على جهة التعيين يعني دياري دكي كواتو هو يشبه اللف والنشر وكل لف ونشر يا همان بابتا بلام زياوازي كيتيا ولكنه يفترق عنه في أن التقسيم يكون بالتعيين للتقسيم ديار دكري أما للف ونشر ديار ناكري قلتنا لبو تشي ديرتوا لبو السامعي جويغر أو بخوي تسريب كاتن بخوي أحد كان بجيرتو لاي متعدد كان بود فرمي ويعتمد على ذكاء المخاطب وفطنته أو لتشهاني للف والنشر بلام لا تقسيمه بخوي هموي ديار دكات شون السورة الحاقة لآيات تسارة شش خواهي قرد فرمي كذبت ثمود وعاد بالقارعة باسي تنقلي كردن دو يكام زار باسي كربو دوام يان بزان العقوبة كاش بزان بس دستي بيه كربو العقوبة ودس بيه دكاتو فأما ثمود فأهلكوا أو يكموا بالطاغية هدي عاد دبي دوام ونبو وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية متعدد بلام هريكو تعيني كرد دياري كدا هرناوي شي هنان نيجو فأما الأول يعني نيجو فأهلكوا بالطاغية فأهلكوا بريح يكسرنا وكانش يجو ثمود بوي لناوتسون عادش بو عقوبي لناوتسون بوي لتقسيمة بخوي دياري دكاتن أنواع التقسيم أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل واحد منها ما يليق به دائما لأنواع كي تباسي أو اشتاندك كأحد كان دجيرو متعدد كان برام أو كي يليق يعني دقونزي بخوي وكتسي خواي يورد فرمي أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض
بعد سنشتي كرد تو السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. باسي السماء وأرض ذكا باسي خسف كسفش ذكا سير كان برزان. فقد ذكرت الآية متعددا السماء والأرض ثم قسمته وأعادت على كل واحد منهما ما يليق به، فأرجعت الخسف إلى الأرض. خسف دا بارتي زاوية تكون روتسون يخونا بلا أسمان خسف يعني تيا روتسون أدي كسف وإسقاط الكسف ونيا إلى السماء، يعني قطعتنا بارتي إلى أسمان هات خوار، يعني يك هات نخوار ويك روتسونا دائما روتسون ده بلو تبي أدي هات نخوار لبو أسمان بود بيني هر يك لواني كدايتي بالي هر يك لائقة بخوي، وهي إعادة من جهة التعيين كما هو ملاحظ في الآية الكريمة. جارج دك أرض خسفكي بودانا سماءك كسفا بودانا. الثاني أن تستوفى أقسام الشيء بالذكر، وهذا نوع كثير في الكلام. ترباسي لا زوركاني شد دكاتين هل يكو كنوع زور وكتي خواهي قرد فرمي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أوانيك خواهي قرد لعبادي خوي دابشي كردون كردي سيبش ظالم لنفسه بالكفر مقتصد لنيوان إيمانه كفرة مقتصد في فعل الطاعات بيدا قلت له هذه سابق وهو المكثر من الخيرات. أزبط شهان دستي بيكرد برزان دائما لزورة كان ونيا زورة كان سنن ظالما دواي أو مقتصد يعني أواني كطاعتيان هي بلام أدي أواني سابق بالخيرات أجماريان كم ترى يعني لزوري بو وسط بو كم ترى تمسأ ترتيبين بوش شيء وعزي هذا أخباره. زوري دوازدم يعني لمحسناتي مع النبي لبديعة برزان بيدا قلت لي اقتباس يعني ورقرتن لغة يعني الأخذ والاستفادة. لا اصطلاحا فهو أن يضمن الكلام يعني كلام اشتيق لخوي بقري شيئا من القرآن أو اشتتسبي اشتيق بالقرآن يعني حديث بلام على أنه منه يعني لكلام بيتن أوا كواتف الاقتباس هو أخذ نص من القرآن الكريم أو حديث الشريف وإدخاله داخل تتكين بلفظ يعني بلفظك يخوي بلفظ آياتيكي بلفظ حديثيكي في الشعر أو نثر. ويجوز دروستشا أن يغير في النص المقتبس زارو هذا شكري كما قدسكاري بكري شكتو غير كآياتك دينا لنا وبيت الشعر الدانا قو كزناري أو صريح آياتها دلي هو اقتباس التي لا آيات وهي أحكام آيات جور ناقريتن شكتو لما تبي شافية قال سر ورقيش آياتك نسرابي تنامي دسكي ورقيها ببدس مش طالما قالوا اقتباس والجيرابو لأن القرآن والجيراب ولا القرآن نية القرآن نية اقتباس يعني أو جوازية لنيوان واضح بباشا. ويجوز أن يغير في النص المقتبس لينسجم مع السياق. سارة دمي بروكي دسكاري دكا دو لك السياق كي بقول زي شكا غير الشعر بيد بوزن كي وكوي بيانزر بر قافية كي ها دسكاري هندك شد بكري. ويرى بعض البلاغيين أن الاقتباس مقصور على القرآن الكريم وحده. هندك البلاغي كانت دنكاك اقتباس دبي وزن القرآن والجلابي. بلام غير أن البلاغيين المتأخرين بلام أواني متأخرة كان ضمن أوانا دفرم حرصوا على إضافة الحديث النبوي دنكاك حديث غير ده بس قرآننا حديثش بو اقتباس ورد جيري بو كسيك الشعر يقداد أنا شعرك خوي
آياتي ورقرتي ولنا شعرك داني يعني حديثي شي دانا لبرسي يكم يعني تقوية الكلام بهز ذبي ودنيا بلى رأيك دوسي ناخي دبت لا ها كاك تقوية الكلام يكم يعني يكم يعني بنوس انك نخوتان ساكن تقوية الكلام او قلم لا تقوية الكلام دوم يعني تزيين الكلام تزيين يعني جوعان كرني وش من جهة اللفظ والمعنى معنى زانيتان ما شاء الله سيم يعني تحسين تأليف الكلام ونظمه جوعان كردن او السي طاو سينا طيب بزانا اقتباس دا قرآن سونا نمونه بارزان حريري لشعرك خوي ضلي فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب سورة جاء على القرآن إلا هو كلمح البصر أو هو أقرب للسورة النحل لا تحفظ خواهي قبل فرمي ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب تماشى ذكرنا أجر القرآن زور شعر زيني بس فينا كزور اقتباسه بس هو تقوي كلامه كبر استدلال بالقرآن كلا شعرك يا أخوي يعني اقتباس لحديث بيغمبري إخوة أبو جعفر أندلسي دفرمي لا تعادي الناس في أوطانهم لأنه اجتماعي إخوان إن شاء الله خرجي نكي وسياستها ودارهم ما دمت في دارهم نمانقو مداراتهم كما دام نايم لا تعادي الناس معاداة خلق مكة في أوطانهم قل ما يرعى غريب الوطن زو كم زارها مراعاتي كسي غريب ذكري كم زارها كم زار دري وإذا ما شئت عيشا أقل ويسجان الإيوان خلق بجي خالق الناس بخلق الحسن سبحانه أقل تتبلى نام يام بجي دقر خلق هالسوكو تكبه هالسوكو كتشي كواتر يكسر دزاني خالق الناس بخلق حسن سيها حديث بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كبيغمبري خواه فرمي اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها دائما لدو خرابة ساكيك كتقول ساكي خرابة كي رجدك تو خالق الناس بخلق حسن سيزم يعني بيدا قلت لي تضمين ايش هلا خو قرتنا لخو قرتن لغة جاء في اللسان ضمن الشيء اشتيك لخو قرتوا يعني أودعه يعني لا أودان دراوا كما تودع الوعاء المتاع يعني شلون لنا وعاءك متاع يعني وعاء لنا ومتاع اشتكان كهردجيري بوشي وازي لرؤي اصطلاحش هو أن يضمن الشاعر شعره شيئا من شعر غيره شيء زاني التضمين دقيقة اقتباسي جوازي سبوه سبحان الله آيات حديث ليرا شعريش كلا خوي دقري هو اقتباسك شعريش كلا خوي دقري مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء يعني أو بيت الشعر مشهور نبي إشارة بذاك أجر مشهور نبي أجر بيت الشعر كمشهور بي ودون التنبيه عليه أو زارتها كان مشهورا بيت شعره مشهور بيزنا كبري فلانة كسيح تكرتش والله أجر مضمونك أو بمصطلحك طاوة أجر مضمونك نفس الشيء الشيعي ولا شيعي تكرتش غرض التضمين نفس الشيء برزان تقوية الكلام وتحسينه نفسي أو كيتر وأشار الإمام السيوطي إلى هذا النوع البديعي وبلاغته أما جي بي كردي فقال إدراج كلام الغير في أثناء الكلام تيكال كردني تيكال شان يقصيك لقصيه شتر لقصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظم ومن هذا التضمين قول الحريري على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا وأي فتى أضاعوا شطر الدوم درئي عرجي شيا وعبد الله بن عمر بن عمر ابن عثمان الأموي أموي يعني أموي أموي كري خلفها القرشي العرجي بيت عرجي بخوت سيا
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. دري أميان بضايع دا تسجن زيشان بضايع دا لبروجة شنا خوشو كونو كل بربي بردكرا بضايعتان دا بلام ليرة عقدار بن ليرة حريري إشارة بيكده فرمي سأنشدو يعني هو تنبيه كردان يعني عقداري كردو سأنشدو يعني قصيتر بكار دينم يكسرتو هسبي دكيت بويت فرمي وقد يكون المضمن مصرعا أو جزءا منه زارها مصرعتي يعني هردو بيتك يعني بيني بشق لبيت شعر كيتيا دي وردقري وش بيد قلت لي إيداع يعني بيد قلت لي الرفو مثال ناصح الأرجاني مضت ومضوا عني مضت رويشت ومضوا عني لمن رويشتن فقلت تأسفا كيف نبكي من ذكرى بخوي بيت الشعر كده نبكي من ذكرى حبيبي ومنزله امرؤ القيس ما شاء الله كيف نبكي من ذكرى أناس وأزماننا فقد ضمن بيته بعض مصراع مطلع معلقة امرؤ القيس كيف نبكي اوش خوش بيستكاي اللي الرويش تدري اگر هر دروي فاجملي بزواني بروها بزميلها ها وتفصيلي دي ما مصطفى ومن أمثلة تضمين المصراع كاملة قول لسان الدين الخطيبي تفرمي أو مر عنترة عليها لم يقل هل غادر الشعراء الدار بعد التوهم. الشطر الثاني تفرمي مضمن من بيت عنترة المشهور هل غادر الشعراء من متردم أم هم عرفت الدار بعد توهمي. تماشاك تشندري وقرد مصراع هردو سري لو سري بيتي لا صدر لا عجوزكي ساردم يعني تلميح أماجة في كردن يعني أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل يعني أتلنا وقسكي خوتا أماجة بمثلك دكي يعني الشعرك دكي يعني قصية سيروكي مشهور من غير أن يذكر برام ببيو باسي كيت بري أو مثلا أو شعر أو قصة وكنت أحمد شوقي ضل شيع الشمس ومالوا بضحاها وإن حنى الشرق عليها فبكاها ليتني في الركب لما أفلت يوشع همت فنادى فثناها. فقد أشار إلى قصة يوشع عليه السلام الذي قتل الجباريين يوم الجمعة أو شريلة قال كردن يواردها يشودا بهذا جبابرة كانت دردسون دعائك الخوار الروجم بوبيلوا يعني خور أوانبي تعرف لما خاف مغيب الشمس قبل أن يفرغ من قتالهم دعا الله تعالى بود فرد له الشمس خواي قر خوري بوجراه ويراقبت لنقرا شودا به حتى فرغ من القتال تاكو شركك التايات زبوي بيت الشعر كديارها تفرمي وإن حنى الشرق عليها فبكى ليتني في الركب لما أفلت يعني خريب تلي بخور يوشع همت فنادى دعاء كرت فثناها خواهي ولش دعاء قبول كرت هو بيدا قلت لها ست تلميح إشاري بقصة سكرت يوشع سلامي خواهي لي بيتن بازدا بيدا قلت لها العقد عقد سياباريزان هو أن بلي قريبست هو أن ينظم النثر بلا لغويا بس ضروري بلاغي معناها تشتري أن ينظم النثر يعني نثرك دروز بكري بخشانك دروز بكري بلام لا على طريق الاقتباس بلام بشوي اقتباس نبيتن مثاله قول أبي العتاهية ما بال من وتسي أواني أوله نطفة سرتان سنة نطفيك وجيفة لا شيء بوغن آخره بلا ما بالو يفتخر سنة أنا افتخار بو لا شيء دكن بو إنسانيتي خاندك يعني ها بالو لبدايته آخر كوتايكي ما بس بير رجوع لبدايته ما بالو يفتخر سيانا وانا افتخار دكن بشتك
یان بە کەسێک کە بیدایەتەکەی نوتفەیە و کۆتاییەکەشی جیفەیەکە لاشەیەکی بۆ گەنە. يعني مرۆڤ ئیوەی ئینسانی افتخار بخۆی بکات. فقد نظم قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه دا سير كان داوا قصة إمام علي هنا بلام قصة كي تسليه كرديا دارشتوا سلنوي يعني وني اقتباس يعني سيا نصكي ورقري كم دسكاري ذكر لي اقتباسي قلت من زارو هاي بزور كم بلام أولنا قصة كي إيوه بلام تو دارش نيجي سياقي تري بقول بداية قلت من أن ينظم نثرا يعني سلنوي داي درجة. سكي إمام علي تي فرمي وما لابن آدم والفخر أولاد آدم تيان فخر دكن وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. بلى سلنوي داير شيتوا أو عقد وأدي الحل هو أن ينثر النظم وبيت سوانيمي يعني الشعر يقبل نثر أو كان نثر يقبل كردية سه كردية شعر أو الشعر يشيد كيتسه أن ينثر النظم يعني نظم شعر يشيد نثر كي بخشان نموني أو قول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. قبحت فعلاته يعني فعل كان سليهات خرابه. حنظلت نخلاته حنظلة يعني تال خرما كان طالب لم يزل سوء الظن يقتاده قماني خراب وبيش رويان يعني ببيش خوي دبردن ده جوجتن ويصدق توهمه أو كتوهمي ذكر أو براس دانا لا يبقى معتاد كبردامي بسريدات أولا أصل داسيا برزان فقد حل به بيت المتنبي وبيت متنبي أو المتنبي دري إذا ساء فعل المرء أجي إشي إنساني خراب بو ساءت ظنونه قمانا كان يسري ده خراب دبي وصدق ما يعتاده من توهمين يعني بيت الشعر متنبه هنا الشعر كرديت تسه نثر كرديت بخشان أو بيدي قلت حل يعني سيها الحل هذا شان نوايا ولا كد نوايا حفدم ينبرزا إرصاد سيا هو أن يجعل قبل عجز يعني كوتاي بيت شعري كوتاي كي من الفقرة لفقري كهيا أو من البيت يعني لبيت إذا فقرة لبو نثرة بيت لبو شعرة ما يدل على العجز إذا عرف الروي يعني تسون كابراد الأجرهات وسرتاي الشعرك يعني سرتاي كي زاني كوتاي كلمة شغلوشي نخينيو دزانيت حرف الروي دقر قافية جوازي سيباريزان حرف الروي أوي كبيت شعرك هرهموي بو مشهورة إنسان النوني تبدل ابن القيم ها مو بنون كوتاي ذها حرف الروي بيد بخو كاصل دا قافية شاونيا بس قافية شعري زور زارو هي شاعر لتن بيتك قافية شوي قافية كذا كاتن دغوري دواتر يعني ذا قصيدة تسنن قافية دقا بس حرف الروي قصيدة كهر لا ولتا آخر هر همي بس كوتاي ذي بيك بيت كوتاي ذي ويسميه بعضهم التسهيم عندك دنا وبيد قلت التسهيمش كاتف الإرصاد هو أسلوب بلاغي بواسطته يمكن معرفة الكلمة الأخيرة من البيت يعني تبهوي أو إرصادات تزاني كلمة أخيرة أو المقطع النثري فهو يدل على قوة التأليف وتلاحم أجزاء الكلام كما يدل على قوة البلاغة والتمكن من اللغة شعر الزاي بون هنا خواهي قرد فرمي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يجأرون يفسقون يكسر باسي سيكر يا يكسر يظلمون ها ده زانيت كنت يكسر زانية وكان زهري كان عربية يقلى النحوية كان بو شاعر كان بو أواتي خندوا السارقة والسارقة
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما نكالا والله قلت والله غفور رحيم. فكري كردوا كنت باشا باسي حكمي سرقة دكا إلا سرقة اللي دكا تري ببرن إيه كود بيخوي قال الأخير خوي وصف كابا غفور رحيم. كنت نابشتها كنت الرعوسة تكام غلط خيمتها إن زادك راي قلت والله عزيز حكيم. همدا صلاتي هي همدا ناس يكسر اخو عربي بيتك هلا بريج نابو بس حكم دكا يا غفور الرحيم بلوكو تاي نبي ببري ونيا اگر بعد سيلي بكاتن عفو بكريتن بس دري ببرن اكاوت الاخير نابري والله غفور دبري الله عزيز حكيم يكسر هستي بيك دزانيت او بيدي قلت لي ارصاد بوتا فرمي فإن المتلقي يتوقع كلمة يظلمون قبل أن تذكر بيش بقول لك سرد زانيتا لأن ما قبلها من كلام يدل عليها ويتطلبها يعني هم دلالة هم داواش دكاتن هجدم يا مراعاة النظير لبلاغة بيدا قلت التناسب بيدا قلت الائتلاف بيدا قلت التوفيق بيدا قلت التلفيق ناوي زور المؤاخذات بيدا قلت برام تعريف كيتيا هو جمع أمر وما يناسبه برام لا بالتضاد تو شتيك لجر أو يتركو دكيتوا كلاجري بجونزي برام ببيت سوانا نا يسرش نايب ليس بسكودجن نابي وهابيتل أي أن يأتي المتكلم بألفاظ تفرم متناسبة بينها ائتلاف وقرب بجونزي ونزيك بي وعكس مراعاة النظير بيدي قلت التنافر هراتن لبريك ونيا نجنزان بقول من أخوي قلت فرمي الشمس والقمر بحسبان سكو هردو كان بوسه بكاردين بحسابه الشمس والقمر جيكن نا متناسبيك نوانا أو مراعاة النظير كده نظير يعني هاو الشيوا كالشمس هاد مراعاتك يتيقها مرة هردو كان تي آسماننا نجماني ها كوكباني في السماء يعني لو يوجد قد بلاقيك بموت زين وشتانا يامبون من الشاعر ابن الرشيق القيرواني ضلي دري أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميم تمشى لي الشعر باسي كردي باسي الصحة قوتي كرديا الصح أقوى دواي باسي السمع خبر دكاتن دواي باسي أحاديث رواية دكا داري كلها ألفاظ مأخوذة من معين واحد أو إيش بيدك علمي حديث كلامي حديث أو أنا هم يدخلين دريتهم وناسب في البيت الثاني أدل بيتهم السيل والحياة والمطر والبحر وهي ألفاظ مأخوذ من علم الماء فجاء مترابط دقيق دقون زين أو أنا دائما نظام يعني تشابه الأطراف طرف يعني أولى وأولى تشابه يعني أولى يسيها هردو سركاني بيك بسي وهو من جنس مراعاة النظيرة بيناسكي هو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه يعني كوتايك بقمت زي لقر خاتمكي لقر سرتاكي بقمت زي في المعنى خواهي قرى سوري أنعام لآتي سبسيدة فرمي لا تدركه الأبصار طالما وهو يدرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك يعني لقر يكسنا سرتاك كوتايك يكسنا وانا مراعاة كرا وهو اللطيف الخبير فعبارة اللطيف الخبير ناسب ما ذكر قبلها لأن اللطيف يناسب ما لا دائما إنسان أجر بتساو النبي ندري لطفيش دقري ناكري كان جات اللطيف برامبري كبيبيني كبزاني ونيا والخبرة تناسب من يدرك حقائق الأشياء فكانت خاتمة الآية مناسبة لأولها وسمي هذا بتشابه الأطراف بري أتسون بيستم تجريد برا تنقلك ما خلاص ذكين إن شاء الله زورنيا
تعريف تجريدها تجريد في اللغة هو إزالة الشيء عن غيره في الاتصال، يعني اشتق لي بكيتوا والمدري جردت السيف عن غمده، يعني شجرة كاملة ناو كالانا كيس لي كرت زيها كردوا. وجردت الرجل عن ثيابه، يعني بياوا كاملة زي ليك زيها كردوا إذا أزلتهما عنهما. التجريد في الاصطلاح للتجريد مفهومان مختلفان أشار إليهما البلاغيون. خذوا معنا هي كما دفرمي أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر، لا شتك أمر يشتري لي وقري بلام أمر كيدون مثله وكو يكبي في تلك الصفة وكو أو صفة كيتر بوتو هذاك دفرمي مبالغة في كمالها في المنتزع منه، أو كلي ورجرا أو باشترا أو تساكترا أو كامل ترى تسون. قولك عن الرجل الكريم كتباسك إنسان شي برز دكي لئن سألت فلانا أجر بسيار لفلانا كذبكي لتسألن به البحر. بحر دائما كريمة تبخشي يعني تبخشتها مو كسيش. هو زاري كان باسي كرد نمونة زوان يعني هنا وكان كابرايا أجر خوشويستي شو خوي لليواري بحر مردبي خنكابي لا بحر زو زاري هذا بنياد جاريتش اللي لي بحر لسر خورا كي تستنسي بون من أي ظالم صمد لمن كرت خوشويستا كله من بردمانيا أدي أجر كابرايا درو جوهريتش ناو بحر دزيبتوا أي بياوي تساق ها أي بخشن دا فلام لو كنت هكي كسي ذاك الشابول ده حرتي هي مرشكات يعني هند بخشن دي جي بخسي ناوي قليل ذاك ناوي مدحي ذاك حسابي كان ويتفرمي فقد رأيت فلان الكريم فكأنما تجرد أمامك في صورة البحر، يعني وكو ويني بحرك فقد انتزعت من أمر وهو هنا الرجل الكبير كريم. لو رجل كريم سدرس كرته أمرا آخر وهو هنا البحر، يعني أو بيا بخشندد وكو تسلي كرت وكو بحر يقلي كرت، وذلك للمبالغة في المدح والثناء. إذا زار وها هي كرمي بحر كل اللي بياوكي ورجيراوا بخوي أصل كرمي بياوكي لشي ورجيره شكو بحر كفراوا أنترو قوترا بس هو عندي زار بيدا قلت لي مقلوب قلب كردن ولا بداية أقل التجبيد ببير تامبيه واجتماع القين وصفك عكس ذكاتها. وهذا النوع البديعي هو في حقيقته تشبيه حذفت منه أداة ووجه الشبه مثل نفسي شتاء. وتأتي هذه الصورة من التجريد بواسطة تفرمي 3 حروف للجر وهي حروف جر كان سنة برزان من في باء، وذلك كقولك إذا رأيت فلانا رأيت منه الأسد. أقا فلانا كسد ديت أدو تشدت يا شردت يا، يعني إذا رأيت فلانا رأيت فيه الأسد، إذا رأيت فلانا رأيت به الأسد. القرآن اجتماع من هي بلى لصوري فصلت لهم فيها دار الخلد، فالمقصود أن جهنم نفسها هي دار الخلد وليس أنه يوجد فيها دار الخلد. نقل ناو بهشتي هبي ناو جهنم هبي هرب خوي دار جهنم دار الخلد، فقد انتزع صفة منها من أجل المبالغة في التخويف وطرب بترسيني كسكيل برامبر تيليبكا بترسيني. نوع دوام يعني إخلاص الخطاب لغيرك أو خطابي لبو غيري خد إخلاص ذكي وأنت تريد به نفسك للمخاطب نفسه، ما بس بنفسي خوت النق أو وكوتسي أعشاد الله ودع هريرة ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. فالشاعر هنا يخاطب شخصا آخر ودع هريرة مخاطبة لك الكسيشتك يطلب منه أن يودع هريرة، يعني توديع كردن يعني سيها بري كردن خو حافظي ليك كردن وهو في الحقيقة يخاطب نفسه. ما بس هنا أبو هريرة بريكا ما بس لي خويتي ما بس خويتي
ولهذا النوع البلاغي فائدة أنا وجدوا فائدة هي كم طلب التوسع في الكلام عوات كلامك زيادة متوسع تكتبتا دوم يعني أن يتمكن المخاطب من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه تبني على نسلاي الفتش مقصورة لوزيات كان على نفسه يعني جارها مدح كلب خويده بجرتها نقلب برواتن إذ يكون مخاطبا بها غيره ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه جارها هذا فلان كز لقرتو ما نزانم شيء أجاي دخوفي هو تقريبا لوين نزيكا توازدم يعني مذهبي كلامي تبرزان هو إراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام خو التعريفي بناسي أهل الكلام تيا أهل الكلام أويتو حجج عقائدي ببلقي عقلي دي سلميني اشتي عقيدة ببلقي سي عقلي زا لواني كابرا بريبا شمالو نقل مان هي تو تشيش بعقل ده ونيا طرين كاكا لهندك شوين هي نقل ناخوا كابرا ملحدة هاتي له دينيو حديث له باسكي اصلا هر دريتو باسكي من هر او وفد قريش لصلح حديبية كفي غبر فرمي من محمد رسول الله قلت يا قبل ما زاني باي رسول الله ندهاتي لا شرمان لقد ذكرتي وبس ما لا هنا نوي او نموني بيغمبري خوا او ايش كابرا اصلا باوري بخوا بيغمبري تحد فادي باسكي مجبوري بس بي بعقلي القران او حججان الزوره بيغمبر ابراهيم شلون قصيده غير نمرودي كرت ها شي قلت قال انا احيي واميت تمشي تانم نيجو اخمر داندني تو جاني تو هوني وغلط اسكو قلت دونا فرنا بنا يتشي كشت قلت كشت اوش ما ازاك نم كشت او حييتوها ابراهيم عليه السلام زاني او زوري تيجيش نهر غلطه بس مناقشين نكرت شوي مناقشه باش تيبكي يا كسر قلت في ان الله ياتي بالشمس من المشرق تتوقع ازاي فاتي بها من المغرب دوره دوله به فوجد الذي كفر ذا حجج عقليه براه القران زوره بيغمبران نقرا القران بويتو لهندك شويه دبي سبكي ببلغي عقلي لقر كسكت سبكي اشتا عقائدي كان بسلمين يدو بو اهل كلام لو باصدكن فهو استعمال الأدلة العقلية على طريقة أهل الكلام والفلاسفة وذلك سماه بعضهم المحاجي بيدغوتريان الاحتجاج النظري يعني بيدغوتري التقرير الجدلي يعني إلزام الخصم يعني بركات ملكسكي ولكنه اشتهر عند البلاغين بالمذهب الكلامي بلاغي كان ناوي مذهب كلامي وأكثر البلاغين يعدون مذهب الكلامي من المحسنات المعنوية ومجدادا غير أن السبكي إمام السبكي رحمة الله اللي برأى أنه تطبيق على مقتضى الحال فيكون من علم المعاني ديبات النوع علم المعاني دري مقتضى حالة علم المعاني كالأدواء وعلم دخوين إن شاء الله نمونة أول خواهي جورس تفرمي لصوري أنبياء لا يأتي بالسدون دفرمي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أجر غير أو خدايا الله خدايا جترها بها نار اللي غيري أو الله يشترها بس هو غلطها قصة سكو الله هيك الله هيك ونيا أجر بيس قال لا الله إلهي يشترها بها سيدهات لفسدتا تقدس سكو ديجو باروج بي أو تكديجو تسوي يوتكس فسبحان الله رب العرش عما او مام حازي جهان ويقولتيان شلون دزاني خوايك قلت والله باشي نازا مام رحماني تشي قلت كو دزاني قلت والله او رجع قفلانا كسبتني اللي بيشي خرج بريك فيش بري دسي فلا ما قفلانا كسي دقيقيش كان دقو رجي شي خرج اوتي كسي بلقيتي عقلي واقعيها بوي ومعنى الآية أن وجود إله ثاني أجر خوايتي ترهبايا يؤدي إلى الفساد تكسو بسبب اختلاف الآلهة في الأمر والنهي أو أمر ذكر أو نهي ذكر فهذا الدليل يثبت للعقل استحالة وجود أكثر من إله واحد للكون يعني إنسان عقل بعقل خواه مزان قال لو كون لغيري يك خدا هي تتر
نییە چکە تێک دەچی کوردەوارێژ قسەی زۆر جوان لە وەختەوە کردیدی شیوێک بە دوو کاوانان یان سووریان بێخ چکە یان ئەوەتێ ئەو تێ دەکە ئەو دەرێ تێ نەکرێ خەی تێ دەکا ئەو بە سوور یان تێ ئەو خەی دەرێ ئەو تێی کردی ئەمن تێی ناکەم ئەویش خەی تێ نەکردیا ئەو بێخێ دەرچ بۆ پێ دەگوتێت دلیل التمانع يعني مانع أو هەبیتن وقد يكون الدليل منطقيا قطعي الالتزام كما في قوله تعالى وضرب لنا مثلا أو ما يكون خلابه جامو هذه إسكتشي هنا كده وضرب لنا مثلا بلام ونسي خلقه خويا بير كده قال من يحيي العظام وهي أو إسك خولا ميشي زاري تشتر قل يحييها الذي أنشأها قوية كم زار درستي كرد وهو بكل خلق يكسر إلزامي كرد مزالي قصة هيش نوي بونا هيشت تفرمي فقد جاء الدليل العقلي واضحا للمعاندين المنكرين للبعث فعن قياس إحياء العظام بعد أن بليت بخلقها أول مرة يمكن إنتاج يعني استنتاج أن الخالق سبحانه هو تعالى قادر أو كي كم زار درستي كرد لنبونا زاريش كان لهبونا دروس كردني أسانتنا بوي فهو العليم بكل شيء القادر الذي لا يعجزه شيء دوازدام يعني تأكيد المدح بسدوء ددانم كم كرد ولا جمارة بسدوء تأكيد مدح بما يشبه الذم شيء علم يدوزي توا دري أول من اهتدى إلى هذا الضرب من الابديع عبد الله كوري معتز يكم زار أو جورا محسيني دوزيتو وقسمه أبو هلال العسكري الاستثناء وبيناوي لنا استثناء غير أن تسمية ابن المعتزي هي التي شاعت بلام شيهان مشهور ترى آية تأكيد المدح بما يشبه الذم يعني استثناء أو يكم يعني مشهور ترى لنا وبلاغي كان أول شيء دود زورة برزان دري أن يستثني من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقرير دخولها فيها تو استثناء لصفتك كذمي تدا سلو استثناء كي منفيك شتي كان في كراوة لشتي شتر بلام أو صفتك مدحة بلام بتسون دابرين بتقدير دخولها فيها باب تنا سر نمونك زيادة به واضح به ابن الرومي ضل ليس به عيب هيز عيب وعاريتشيني هيز ننجيتي تدانيا سوى أنه لا تقع العين على مثله بدأ ابن الرومي مدحه بأن نفي كل عيب هم عيب ليس به عيب سنتات سيكرت هيز عيبين يا أو مدحه تبادر سيكرت الله هنا قوريها جاي باسيكرت بأن نفى كل عيب عن الممدوح ليس به لسرتا منع يكرت بها استثناء يكرها عيب شيء بودو نمونيتر أن يثبت لشيء صفة المدح أو زاري بيت سوانا كي وكتسي نابي غضله دفرمي فتن أو بشدن وسلا شدك غلطة باشا فتن تنوين لباتي تنوين فتحيها دري فتن كملت أخلاقه فت يعني جنزك أخلاقه ميتها غير أنه جواد فيما يبقى من المال باقيا شاعر سرتا بس دستي بيكرد بمدح ونيا باسي كمال أخلاقي فتاكي كرد ولكنه أتى بعدها بلفظ الاستثناء سيبك لنا غيرك عليك قلادات استثناء تفرمي فدهش السامع شيء قرتو شي سرسرمانة بها وتوقع أن يذكر الشاعر ما يناقص الكمال يعني وازدك كمناقص كمال بغازبكاتو الذي استهل به البيت كلا سرتاد السبيكر لكن الشاعر لم يفعل ذلك وهي نكرت بل أتى بعد الإسلام بصفة ممدوحة أخرى يعني سرتها مدحي كرد غيرها قلت احتمال نقصي هذه غيره هنا أو زاري باش تريش باس كرد باش تريش لكن الشاعر وهي نكرد وهي جواد وفصلها بقوله فما يبقى على المال باقيا دفرمي وفي ذلك توكيد للمدح بسيكوتا يوزام تأكيد الذم بما يشبه يعني يشبه المدح أوش أسلوبك وكو أسلوبي بيشتر تفرمي أن يستثني من صفة المدح منفية عن الشيء صفة ذم سون لسرتا قوتي التواو دواي رخنتشي ليقرد ليه كميان لدوام يعني قوتي التواو دواي تواو تريشي باسكر
أو بيت سواني أو وكتسيم فلان لا خير فيه يعني هيك نشت درجة داخس إلا أنه يسيء إلى من يحسن بلام داسي خراب الله قلت شيء ذاك ها أو يتساكل قلت دري فصفة المدح لا خير فيها في فلان منفية ومنفية لا خير فيه أو جاري بلاش لا خير كرديا وقد استدى من هذه الصفة الممدوحة المنفية صفة الذم الإساءة إلى شيء إلى من يحسن إليه دواميان أن يثبت للشيء صفة الذم صفة الذم بإثباتك ثم يؤتى بعدها بأداة الاستثناء تليها صفة ذم أخرى يعني خرابتر لو خرابتر فلان فاسق باش كاكا فاسقة إلا أنه جاهل يعني تلك شبه إضافة بو جاهل بخو دائما فلان فاسق إلا خلق تصوري تذكا مش تجباج مني بلام إلا أنه جاهل أربع زارة شي تيجي ده يعني فصفة الذم فاسق مثبتة غير منفية أتى بعدها صفة هنا أشبه إلا ثم تليت أداة الاستثناء بصفة ذم أخرى صفة بس دوا هنا ويسيا جاهل بلا ما مصطفى سمينايتو لو أنا نخير آيات ما النعمة نعم شكل الأخوة القرآن يصندق صفة الذم وما لا يقنع بالقرآن قد اشتها بلا من الشعر عربية هيا بلايك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.